بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة قوي وسهلة جدا، وبتبقى ممتازة وجميلة جدا وبتنفعني طول السنة. قبل ما ابدأ الوصفة هقول الدعاء: اللهم احسن خاتمتنا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يا جماعه هنعمل الليمون بالعصفر. مخلل الليمون بالعصفر من المخللات الشهيره الممتازه جدا، ما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود، بس كل الحكايه ان انت تظبطي التركات بتاعتك معايا. اول حاجه بجيب الليمون بتاعي زي ما انتوا شايفين كده وبغسله غسله كويسه وبقطعه اربع اربعات زي ما انتوا شايفين اهو. بقطعه اربعه، يعني اربع اجزاء زي ما انتوا شايفين، نص كده ونص كده، ويكون مغسول كويس يا جماعة، وتقطعيه وتحطيه بقى زي ما انت شايفة كده. وبجيب معايا بقى الحاجات اللي انا هحشي بيها الليمون، لان الليمون ده مفيد جدا وهيعجبكم خالص يا جماعة. ما بياخدش منك ولا وقت ولا مجهود وسريع جدا. بناكله جنب كل الاكلات وجنب كل يعني بتحط كمشهيات يعني. معانا ايه بقى هنا في الخلطة بتاعتي؟ الخلطة بتاعتي عبارة عن كوباية ملح كبيرة، وعليها معلقتين حبة البركة زي ما انت شايفة، ومعلقتين من الشطة او الشطة حسب الرغبة، بس هو كل ما بتحطي له شطة طبعا بيبقى طعمه اروع وجميل. وعليهم معلقة كبيرة من ملح الليمون، ومعلقة كبيرة من السكر. هنقول الخلطة تاني: كوباية كبيرة من الملح، يعني معدل كيس ملح، وعليه معلقتين حبة البركة ومعلقتين شطة ومعلقة ملح ليمون ومعلقة سكر. بنقلب كله في بعضه زي ما انتوا شايفين كده على السريع، بنقلبهم تقليبة كويسة. واخدين بالكم زي ما انتي شايفة كده؟ نقلب معاكم، معلش عشان ماسكة بإيد واحدة اهو. بقلب الحاجة بتاعتي كويس جدا اهو. ما تكتريش حبة البركة عشان الليمونة بعصفر بتاعك ما يسودش، لانك لو كترتي هيسود منك وهيبقى طبعا مش حلو. فاحنا بنقلب الخلطة بتاعتنا كويس جدا جدا زي ما انت شايفة كده، بنفس الطريقة سهلة خالص. قلبيه كويس وابدأي بقى اللي انت ايه، هنحشي الليمون بتاعنا في الاربع اجناب اللي احنا ايه قطعناه. قطعنا الليمونة اربع اجزاء. لازم الخلطة تتقلب كويس جدا يا جماعة اهو كده. تمام جدا وممتاز جدا. هبدأ بقى اجيب الليمونة بتاعتي اهي وهحشيها من جوه. طبعا انا ماسكه التليفون مش هعرف احشي، فانتوا هتشوفوا دلوقتي انا بحشيها بالايه. بحشيها بالملح اللي هو الخلطه دي. هحشي الكميه كلها وهرجع لكم تاني بامر الله بسهوله جدا. وتكوني مجهزه معاكي كوبايه من الزيت، ويكون زيت جوده كويسه او زيت نوع كويس، يعني عشان طبعا طعم الليمون بتاعك ما يبقاش فيه اي حاجه ويبقى مظبوط. انا كده حشيت الليمون بتاعي زي ما انت شايفه اهو. هحشي طبعا الكميه كلها وهحطها في البرطمان، وهنزل عليها بعصير ليمون مش اقل من كوبايه كبيره عصير ليمون، كوبايه شوب كبيره عصير ليمون. وهحطها على الليمون بتاعنا، وهحط عليه بعد كده الايه، كوبايه الزيت، كوبايه الزيت بتاعتي. وهنزل بعد كده بكمية كويسة من المية تغطي لي البرطمان كله بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. وهعمل لكم النتيجة سريعا وهتشوفوا. ويا رب كده الليمونة بعصفر يكون سهل عليكم وما بياخدش والله العظيم ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. هو بس كل الحكاية اللي انت بتركنيه في مكان مدة لا تقل عن شهر عشان نبدأ ناكله. لما بيستوي بيبقى طري جدا وبيدوب في البق وجميل جدا يا جماعة، وبيبقى طعمه لذيذ. انا ولادي بيحبوه جدا جنب الاكل، بيبقى جميل قوي مع الفطار مع الفول والطعمية زي ما انتوا عارفين، والاكلات الجميلة بتاعتنا. يا رب كده الليمونه بعصفر يكون سهل عليكم. هكمل الحشو كله واملى البرطمان بتاعي وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الكميه كلها وحشيتها وحطيتها في البرطمان، ونزلت عليها بكوبايه عصير الليمون، وهنزل عليها بنص كوبايه من الخل. نص كوبايه من الخل هفضيها عليها اهي زي ما انت شايفه اهو، نص كوبايه من الخل. وهحط عليها كوبايه الزيت اه. الزيت ده عشان يحفظه لي يا جماعه، وفي نفس الوقت يديني برضو طعم ايه كويس. هحركه بالراحه تحريكه خفيفه، وهبدا اللي انا احط اي حاجه جوه عشان تنزل لي يعني غطا اي حاجه، سلطانيه صغيره، طبق فنجان صغير، بحيث اللي هو ينزل لي الحاجه من تحت وما يبقاش ظاهر مني المخلل بتاعي، يكونش طالع على الوش
بيكون يعني بغطيه بيه. هوريكم وهرجع لكم تاني. طبعا انا جبت كيس بلاستيك زي ما انتم شايفين اهو، يعني مربع. هبدا ان انا احطه من جوه كده، احطه كده وهفرده على الوش. تمام. وهجيب طبق اهو، طبق صغير اهو معايا، اصغر طبق، وهبدا ان انا احطه كده وانزل عليه بيه عشان ينزل لي المخلل اللي تحت. شايفه بقى فكره الطبق دي ممتازه جدا. كده خلاص معايا. هغطي بقى البرطمان بتاعي واسيبه بقى مده لا تقل عن شهر. زي ما انت شايفه كده، هو ده مخلل الليمونه بعصفر بكل تكاته بكل حركاته. لذيذ جدا ومغذي وطعمه حلو، يعني مش مضر. بس ما نكترش منه طبعا عشان الاملاح زي ما انتم عارفين، لان هو فيه كميه كبيره من الملح. يا رب تعجبكم الوصفه وتنور رضاكم وتكونوا انبسطتوا معانا بمخلل الليمون ابو عصفر. وصفه سهله جدا وبسيطه يا جماعه، ما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود، بس المهم اللي انت تعمليه بنفس التريك. انا حطيت الكيس ده يا جماعه عشان يمنع الهواء ان هو يوصل للمخلل نفسه، والطبق ده عشان طبعا ينزل لي المخلل اللي تحته وما يتعرضش للهواء. عايزه تضيفي بقى قرون فلفل زي ما انا ضفت كده، انا حطيت كام قرن كده على الماشي يعني عشان يبقى معايا ممتاز وجميل. يا رب ينور رضاكم ويعجبكم وتنبسطوا من المخلل بتاعنا. المخلل بتاعنا يا جماعه لذيذ، بناخده مع اي الاكلات في الفطار وفي الغدا وفي العشاء. لذيذ جدا ومناسب جدا. بيبقى جميل معاكي لما يكون عندك عزومه وطلعت بقى المخلل بتاعتك من ضمن المشهيات والحاجات الجميله اللي بتعملها ست البيت. طبعا الليمون فيه فوائد كبيره يا جماعه، ما تفكروش ان هو يعني مخلل الليمون لا ما فيهوش فايده، لا فيه ومفيد وفيه فيتامين سي وفيه كل حاجه زي ما انتم عارفين. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ونال رضاكم. عايزه بقى اكبر عدد من اللايكات للناس اللي بتحب الليمون ابو عصفر، تعمل لي اكبر عدد من اللايكات فضلا وليس امرا. والكومنتات بتاعتكم الجميله اللي بتسعدني وبنبسط منها عاوزاها كلها تكون موجوده ان شاء الله على الليمون ابو عصفر. وبقرا كومنتاتكم والله وبتابعها وبرد عليكم فضلا وليس امرا. اكتبوا لي الكومنتات كلها بتاعتكم وانا معاكم. واللي ما اشتركش في القناه يشترك يا جماعه، وفعلوا الجرس يا جماعه، دوسوا على علامه الجرس واكتبوا الكل، دوسوا على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. مع هند السباك. قناتي معاكم بتكبر بيكم والله فعلا بجد، قناتي بتكبر معاكم وبيكم وليكم. يا رب يصلح حالكم ويسعدكم اللهم امين، ويرضى عنا ويرضينا جميعا يا رب. شكرا ليكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تخليل الليمون سهل جدا، ما بياخدش منك ولا وقت ولا مجهود. هنجيب الليمون نسلقه. طبعا الليمون اهو زي ما انتم شايفين سلقاه سلقه كويسه، يعني خد له حوالي ساعه الا ربع على النار او ساعه على حسب الليمونه بقى، لو كانت طريه او خضره زي ما انتم عارفين. هتبقى جميله. تسلقي الليمون بتاعك وانتي بتسلقيه تحطي شويه كربونات لو عايزه لون الليمون اخضر. لو عايزاه لونه عادي اصفر زي ما هو كده اسلقيه من غير كربونات. انا سلقاه طبعا من غير الكربونات، لكن لو عايزه لونه اخضر اسلقيه بالكربونات. ومعانا طبعا خلطة الفلفل اللي هي الفلفل الالوان مفروم في فرمة كويسة في الكبة. وان شاء الله باذن الله هنبدأ نخلل بقى الليمون بتاعنا. مكوناتنا سهلة جدا، الليمون والفلفل المفروم، ومعانا الملح، ومعانا معلقتين سكر ومعلقة ملح ليمون. اهو شايفين في فرق طبعا بين السكر اهو وملح الليمون اهو، في فرق بينهم كبير جدا. ومعايا نص كوبايه خل. هبدا ان انا اول حاجه اجيب الليمون بتاعي بعد ما سلقناه ونقعناه 3 ايام في الميه. لازم يكون مسلوق ومنقوع 3 ايام في الميه عشان ينزل المراره بتاعته. هبدا ان انا اجيب حاجه هخلل فيها الاول اهي. انا هاخد العلبه دي اخلل فيها النهارده اهي زي ما انت شايفه كده. هخلل فيها ان شاء الله. وهبدا ان انا اول حاجه افضي الليمون بتاعي بالراحه كده معاكم اهو. افضي الليمون بتاعي في العلبه الاول. انا كده فضيت الليمون بتاعي اهو في العلبه اللي انا هخلل فيها. طبعا علبه محكمه الغلق يا جماعه، لازم تكون العلبه الغطا بتاعها كويس عشان ما يهربش مني اي حاجه. وهبدا ارش عليه الاول على الليمون السكر وملح الليمون. هرشه رش كده، رشه كده عليه كله زي ما انت شايفه كده اهو. وبعدين هنزل عليه بالخل اهو، كوبايه الخل، نص كوبايه خل. وبعد كده هنزل بالفلفل اللي انا طحناه في الكبه ومنعماه اهو. هنزل عليه بيه اهو بنفس الطريقه كده، هنزل عليه كله. وبعد كده
هبدأ اللي انا ايه افرده عليها كلها زي ما انت شايفة كده اهو. ده مخلل الليمون ده هتاكلي منه في 3 ايام يكون استوى، 3 ايام ولا اكتر ولا اقل اهو. انا كده عملت المخلل بتاعي. لسه بقى هضيف الايه الملح. هضيف الملح طبعا في الاخر خالص اهو. بحط برضو على وش الفلفل اهو. الملح ده منه مادة حافظة ومنه طبعا تمليح لليمون اهو. وبعد كده هغطي بقى كله بالمية لغاية لما تديني كمية مية كده ايه مناسبة اه. مبياخدش منك حاجة والله، سهل جدا، من اسهل الحاجات مخلل السريع ده اهو. ممتاز جدا. هنزل بقى عليه بعد كده بالمية واغطيه واسيبه في مكان لمدة 3 ايام، وبعد كده ابدأ بقى اقلب فيه واستخدم منه. سريع جدا وسهل جدا. هنجيب المية بقى ونضيفها. انا كده خللت اهو. بقى هبدأ بقى اجيب المية بتاعتي واضيفها عليه. انا حاطة المعلقة كده عشان ايه توزع. ادي المية اهي بضيفها بقى بالراحة كده بالراحة. ممتاز جدا. ضفنا المية بتاعتنا تمام التمام. ههزه هزة بالراحة كده عشان يبدأ ان هو ايه ينزل مع بعضه اهو. 3 ايام وهتاكلي منه احلى مخلل زي ما انت شايفه. ممتاز جدا وجميل. خللنا كده المخلل بتاعنا روعة 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 يعني. ان شاء الله هيعجبكم وهتلاقوا مخلل طعمه خطير جدا وجميل. لو انت عايزه فلفل حامي اعمليه فلفل حامي، عايزه فلفل بارد يعني دي بتاعتك انت وبراحتك. عايزاه تعمليه فلفل احمر بارد ماشي، اي نوع فلفل انت عايزاه، بس اهم حاجه انا كمان حطيت فصين توم يا جماعه اهم. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، فصين توم قطعتهم قطع صغيره اهو وحطيتهم معاه عشان يديله بس ريحه وكده وطعمه شويه كويس. لان التوم طبعا ليه مذاق معين في المخلل بيبقى حلو. لو انت مش بتحبي بلاش ما تحطهوش يعني، دي حاجه ترجعي. خلال 3 ايام بالظبط هتاكلي احلى مخلل ليمون وهتدعي لي وهتقولي فعلا وصفه مس هند كويسه. لا بس اهم حاجه تسلقي الليمون بتاعك كويس، مش اقل من ساعه، مش اقل من ساعه، وتسيبيه منقوع 3 ايام كاملين كاملين 3 ايام. وبعد كده تخليه تاكلي خلال 3 ايام من التخليل تاكلي مخلل الليمون روعة، ولا احلى من كده ولا اطعم من كده، وان شاء الله يعجبك وينور رضاكم. خلينا مخلل الليمون اهو معانا ما شاء الله عليه ممتاز جدا. نبدأ بقى اللي احنا نغطيه ونسيبه 3 ايام، وبعد كده نشوف ان شاء الله بقى تلاقوا طعمه جميل وتنبسطوا منه ويعجبكم. نحطه جنب كل الوجبات وجنب في الفطار وفي الغداء وفي العشاء جنب الاكل يعني. حاجة بتحدق كده وليها طعم جذاب وحلو. يا رب يعجبكم الوصف.